الوقاية خير من العلاج، وساعات كتير جدا بيكون اختيارك للتمرينات اختيار مش ذكي، والحقيقة ان مش كل التمرينات زي بعضها. في بعض التمرينات بتساعدك جدا ان انت توصل لكتلة عضلية ممتازة بدون اصابات، وفي تمرينات بقى زي اللي هنقولها النهارده في الفيديو ممكن تزود كتلتك العضلية لكن في نفس الوقت ممكن تعرضك للاصابة. ان شاء الله في الفيديو هنتعرف على 5 تمرينات انا بعتبرهم من ضمن الاسوأ على الاطلاق في التمرينات. طبعا انت في مصر الكلينيك جاي تعرف علم، هنعرف ليه التمرينات دي سيئة وايه الاضرار اللي ممكن تتسبب فيها، والاهم انا مش هسيبك من غير حل، هقول لك ايه البديل المناسب عشان يحقق لك ضخامه عضليه ممتازه ويحافظ على مفاصلك من الاصابه. يلا بينا ولا ايه؟ يلا بينا. واول تمرين معانا من ضمن الاسوأ على الاطلاق هو تمرين بيهايند ذا نيك بريس. طبعا ده احد تمرينات الكتف المشهوره والكلاسيكيه جدا والقديمه جدا والتي حرفيا عفى عليها الزمن. طب ايه المشكله يا دكتور في التمرين دوت وليه بتعتبره من ضمن الاسوأ على الاطلاق؟ المشكله في التمرين دوت ان هو بيجبر الدراع ان هو يتحط في وضع اسمه اكسترنال روتيشن، يعني يلف لورا قوي. طب جيس وات، مش كلنا عندنا الاكسترنال روتيشن رينج كويس. كتير جدا نتيجه الراوند شولدرز وكتافنا اللي لفه كده وحركتنا اللي كده كتفنا متاخد في وضعيه اسمها انترنال روتيشن او لافف لجوه. انترنال روتيشن كتير، يعني مش بعرف اعمل اكسترنال روتيشن كويس. فما دام مش عارف اعمل اكسترنال روتيشن كويس هاجي ازق كده، هضطر اعمل حاجه اسمها كومبنسيشن او تعويض بان انا اعمل ارشنج في اللور باك او ظهري من الاسفل يبدا يقوس. لما ظهري يبدا يقوس بالشكل ده وانا بحمل اكزيال لود او لود عمودي بالشكل ده ممكن اتسبب في مشاكل في ظهري او مشاكل في كتافي. طب ايه البديل؟ البديل بسيط جدا وهو الشولدر بريس. سواء هعمل دمبل شولدر بريسز عادي خالص مفيش اي مشكله تماما، دمبل شولدر بريس، او حتى هعمل باربل شولدر بريس او دفع بالبار وهو قدامي عادي خالص كده، ايدي مش متاخده في اكسترنال روتيشن وبالتالي انا كويس جدا. تاني تمرين معانا، كم واحد شفته بيتمرن بيعمل كده في الجيم؟ يا سلام، تمرين رائع وهو تمرين الستاندنج دمبل اكسترنال روتيشنز. كتير جدا مننا بيبدا يمسك، طبعا الدمبل دي 2 كيلو عندي في العياده ما تركزش مع الوزن يعني، بس بتلاقيك بتقعد تعمل كده ويمسك 2.5 ويمسك 5 ويقعد يعمل كده، يقول لك بتعمل ايه؟ يقول لك انا بسخن الكتف ويقعد يعمل كده. طب هو اصلا بيعمل الكلام ده عشان هو شاف حد بيعمله، هو مش عارف ليه بيعمله، والاهم ان ده مش تمرين كويس اصلا. حركه الاكسترنال روتيشن او اللي احنا بنعملها دي فعلا حركه اسمها اكسترنال روتيشن، بنعملها جزء من الورم اب بتاع الكتف، بالاضافه ان احنا بنمرن عضلات الكتف. وانا قلت دايما يا جماعه مش الكتف كله دلتويدز او عضلات المثلثيه ديت اللي تعملي الكوره بتاعت الكتف، لا ده في عضلات مهمه جدا اسمهم الروتيتور كاف او عضلات اللي بتثبت الكتف، والمشاكل في العضلات دي بتجيبك عند العياده للاسف. فلازم نمرن العضلات دي كويس لان هي العضلات الاساسيه اللي بتثبت لك الكتف كويس. لحد هنا جميل. بتبدا انت بقى تتعرف على تمريننا بتاع الستاندنج دمبل اكسترنال روتيشن. ليه التمرين دوت مش حلو؟ ده هيخلينا ناخد نبذه عن درس ميكانيكا كده صغير جدا، ميكانيكا حيويه، ازاي جسمنا بيشتغل. طبعا هذا الوزن يعتبر لود، قوه، فورس بيحمل على الجسم بشكل بيربنديكولار او بشكل عمودي. يعني وانا ماسك الوزن ده دلوقتي الجاذبيه بتشد الوزن ده لاسفل، فبالتالي انا بضطر اشد الاعلى عن طريق مثلا انا ماسكه كده دلوقتي عضله البريكيودياليس اللي موجوده هنا بتشد الوزن ده لاعلى عشان ما ينزلش لتحت، صح؟ متفقين؟ فلو انا مثلا شده كده وحبيت اجيبه كده وكده، هل ده انا كده بتمرن ريست او بتمرن ساعد؟ لا، لان الساعد عضلاته اللي بتفرد وبتتني كده موازيه للارض مش عموديه على الارض. بتحمل جزء صغير من القوه لكن الجزء دوت لا يكفي ابدا لتمرينها. طب هتقول لي طب انا عايز اتمرن ساعد، طب ليه تقلب ايدك كده؟ طب ما تقلبها بالطريقه دي وحط فوق وتحت وهكذا، كده الوزن عمودي مع الجاذبيه الارضيه، وبالتالي وانا طالع لفوق انا واخد الوزن كامل متحمل على العضلات. بنفس الامر وانا بعمل اكسترنال روتيشن بالشكل ده، انا تاني ايدي الوزن بيزق لتحت فانا بضطر ارد عليه بوزن لفوق، وبالتالي اللي بيشتغل هنا عضلات اللي بتتني الكوع او الالبو فليكسورز زي البريكيوريدياليس والبريكياليس وعضلات البايسبس، ومش عضلات الروتيتور كف اللي انت فاكر نفسك بتسخنها او بتمرنها كويس جدا. طب عايز اتمرن يا دكتور بالدمبل واشغل الروتيتور كف كويس جدا، هقول لك يا حبيب قلبي مفيش اي مشكله خالص، ابدا نام سايد لاينج او نام على جنبك بالطريقه دي زي ما انت شايف، وابدا اتحرك لفوق بالشكل ده وانا نام على جنبي، الوزن بقى عمودي على الجاذبيه الارضيه او عمودي على الارض، وبالتالي التحميل كله موجود على الروتيتور كف. او ممكن تستخدم باند جميل جدا استك زي ده او الكيبل ماشين بتاعتك وتبقى رابطها بالشكل ده، وطبعا ما تنساش الازازه او اي حاجه تحطها تحت او بين كوعك وجسمك بالمنظر ده كده، وبعدين تبدا تعمل عضلات الاكسترنال روتيشن من وقوف. يا دكتور ده انت واقف، هقول لك واقف، لكن هنا الاستك دوت معيار المقاومه بتاعته عمودي عليه، انا ماليش علاقه بالجاذبيه الارضيه دلوقتي، لا استك او
كيبل او ايا كان الحاجه اللي بتشد بشكل افقي، انا كده برد عليها بشكل افقي برضو، فستيل القوه عندي عموديه على العضلات، وبالتالي العضلات شغاله كويس جدا. ولو وصلت لحد هذا الجزء في الفيديو فانت قد ايه مدرك الاناتومي وسحر الاناتومي وفكره تشريح العضلات بيحولك من حد متدرب عادي خالص بتتمرن زي ما الناس بتتمرن لحد فاهم تمارينك قوي، تقدر تخترع تمرين وتكري التمرين، ولما حد ينصحك بتمرين تعرف تقول رايك فيه ايه. وده اللي احنا بنغطيه بشكل متكامل في كورس تشريح العضلات المقدم من ماسل كلينيك اكاديمي. ودي الاكاديميه بتاعتنا اللي احنا بنهتم بيها بالتدريب والتعليم المستمر للناس اللي مش بس عايزه تستفيد بمعلومات في حياتها، لا عايزين يكونوا كمان رسل للمعلومات دي ويتعلموا العلم صح على اصوله. فلو انت مهتم بكورس التشريح وعايز تعرف تفاصيل عنه اكتر، انا هديك هديه وخصم من عندي لمده 48 ساعه بس من تاريخ نزول هذا الفيديو، خصم 30% على كورس تشريح العضلات، عشان تبدا رحلتك في التشريح ان شاء الله اللي بتنتهي بكونك مدرب متميز جدا او مدرب فاهم قوي تمريناته كويس. وده ياخدنا للتمرين الثالث اللي بشوفه كتير جدا. كم واحد من اللي بيحاول يتخلص من دهون الاجناب عندك في الجيم بتلاقيه بيقعد يعمل كده؟ طب انت بتعمل ايه يا معلم؟ ماذا انت فاعل؟ يقول لك ايه ده؟ انا بقوي عضلات الجناب عشان اخسس الجناب. وات ار يو دوينج مان؟ اولا يا صديقي مفيش تمرين معين بيخسس منطقه معينه، ودي حاجه متفقين عليها واتكلمنا عنها في مئات الفيديوهات، بلاش مئات يعني، هم يعني احاد يعني شويه فيديوهات. المشكله في تمرين السايد بينز اللي احنا بنعمله بالشكل ده ان هو بيبدا يقوي لي عضله من ضمن العضلات اللي بتثبت العمود الفقري بشكل كويس، لكن عضله اسمها الكوادريتس لامبورم. الكوادريتس لامبورم دي بتبدا تعرض لي الوسط اصلا. العضله دي مسؤوله عن الحركه دي او حركه الهيب هايك بشكل عام، هي المسؤوله عن لما انا اوطي بالجنب كده بالشكل ده او ان انا ارفع وسطي لفوق بالشكل ده. طبعا العضله دي موجوده في الحته دي على الجانبين، يعني وانا واقف دلوقتي كده لو انت شايف هتلاقيها موجوده في الحته دي. طب جس وات لو العضله دي قويت هتبدا تعرض منطقه الجوانب، بدل ما انت عايز خصر نحيف وكويس هتلاقي وسطك بيعرض، فتبقى بتعمل تمارين وبتحبط كمان. بالاضافه ان العضله دي لو انت عندك الام اسفل الظهر في الغالب بتبقى اوفر اكتف، بتبقى شغاله بزياده، فانا بالتالي بحتاج ان انا في العلاج الطبيعي عندي في العياده ان انا اقلل مجهودها العضلي الزايد ده. فانت بتمرينك ده بتعمل حاجتين سيئين جدا، بتزود اكتيفيشن لعضله انا عايز اقلل نشاطها اصلا. تاني حاجه فاكر انها بتودي الجناب وهي ما بتعملش كده خالص. الحقنا يا دكتور بالتمرين، انا عايز اطير الجناب وعايز اشد عضلات الاوبليكس بتاعت الترنشات اللي بتدي الجسم شكل كويس وتخلي الجناب والخصر كويس جدا. اقول لك نفس الاستيك اللذيذ بتاعنا او الكيبل ماشين في تمرين اسمه الكيبل اوبليك روتيشنز او الباند اوبليك روتيشنز على حسب ما انت هتستخدمه. هتمسك الاستيك بالطريقه دي او الكيبل وتبقى واقف وتبدا تلف بالشكل ده كده. انا لفيتي بالطريقه دي كده بتشغل لي عضلات الاوبليكس او العضلات الجانبيه في العمود الفقري، دي المسؤوله عن الروتيشن بشكل كويس من غير ما اشغل الجناب بتاعتي كويس. كده انا اشتغلت الناحيه دي والف الناحيه الثانيه واشتغل الناحيه العكسيه بشكل كويس جدا. كده انا شغلت عضلات الاوبليكس بشكل ممتاز وحققت التارجت بتاعي كويس قوي. والتمرين معانا الممنوع وهو تمرين اللي بنشوفه ده كتير قوي، هو تمرين الباربل ابرايت رو. تمرين نعمل تمرين الرو بالطريقه دي كده، تمرين كتف للاسف سيء جدا. ليه سيء؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. هيعمل لك الم في كتفك ولازم اسيب البار دلوقتي عشان كتفي ما يوجعنيش. وانت بتعمل ابرايت رو اكسرسايز يلا نحلل الحركه دي ميكانيكيا عامله ازاي. بص على كتفي بالشكل ده، كتفي متاخد في وضع اسمه انترنال روتيشن اللي اتكلمنا عليه في اول الفيديو، كتفي لافف لجوه وبرفع بالطريقه دي كلها، بزنق على الاوتار بتاعتي كويس. لما ببدا ازنق على اوتار الكتف، اوتار الكتف دي معديه من مكان ضيق جدا اسمه السب اكروميال سبيس. لما ببدا الف الكتف بتاعي في انترنال روتيشن يلف معايا لجوه بالطريقه دي وابدا ارفع، وبالذات لو كان وزن وبالذات لو كان بالبار، ده بيحمل جدا على الاوتار وممكن يعمل لك التهابات اوتار، وده للاسف بيحصل كتير جدا للناس اللي بتعمل الابرايت رو. البديل بتاعي بتاع الابرايت روز، انا طبعا بعمل ابرايت روز عشان ابدا اقوي عضلات الشولدرز بتاعتي او عضلات الكتف، خاصه طبعا الكتف الجانبي. طب انا هستبدل ده ازاي؟ هستبدله باند زي ده لو انت بتتمرن في البيت وبطل مفيش اي مشكله، او كيبل ماشين او جهاز الكابلات. هتقف عمودي على الكابلات او على الباند بتاعك بالشكل ده كده، وتعمل تمرين اسمه الكيبل لاترال ريزز او الباند لاترال ريزز. تبقى واقف وفارد كتفك لورا ولتحت بالطريقه دي، وتبدا ترفع بالجنب لحد الحته دي، ما بترفعش لفوق قوي، لا بترفع لاخد 90 درجه بالشكل ده وتنزل، ترفع وتنزل. ميزه الكيبل او الكابل ان هو او الباند نفسه ان المقاومه نفسها بتفضل محمله على العضله وقت اطول، فده بالاضافه ان هو هيحمي لك كتفك، هيخليك تركز على الدلتويدز او عضلات الكتف بشكل افضل. واخيرا وليس اخيرا التمرين الخامس اللي بيضغط لي على الكتف جامد، بيضغط لي على الكبسوله بتاعت مفصل الكتف الاماميه بشكل اساسي. الكبسوله بتاعت مفصل الكتف دي اللي بيمنع الانتيريور شولدر ديسلوكيشن او الخلع الامامي بتاع الكتف. للاسف التمرين اللي هتكلم عليه دلوقتي دوت بيحمل جامد على الحته دي، فمع الاوزان ممكن يعمل لك مشكله. هو تمرين الدمبل
فلايز. الدمبل فلايز وانت نازل بالطريقه دي كده الوزن بيحمل لورا جامد، كتفك ببساطه في وضع الخلع مع التحميل الكبير من الوزن دوت مش احسن حاجه. البديل بتاعه البديل اللي انا بحبه جدا وهو الكيبل تشيست فلايز. هتقف عند الكيبل ماشين في الناحيتين بالشكل ده، وبعدين تسيب ايدك ترجع في استرتش، بس انت بحكم الكيبل مش هياخدك لورا قوي والوزن مش هيكون جامد قوي، وبعدين ترجع تعصر عضلات الصدر كويس جدا. هتعمل البري كونتراكشن استرتش وده مهم جدا عشان تقوي العضلات بشكل كويس، وهتحمي مفصل الكتف من الاصابه. وبس كده ابطال، دول كانوا 5 تمرينات عرفتوا انا ليه مش بحبهم وايه البدائل بتاعتكم. لو عجبك الفيديو لا تنسى اللايك الجميل، ولو مهتم بكورس التشريح فالحق الخصم اللي مش هيستمر كتير، وانضم لنا في مصر كلينيك اكاديمي. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله ابطال. السلام عليكم.